قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والصلاة على النبي. تلقى منتخب الجزائر 3 أخبار سعيدة قبل أسابيع قليلة من ضربة بداية نهائيات كأس أفريقيا التي ستحتضنها كوديفوار. ويبحث منتخب الجزائر عن تجديد العهد مع لقب المسابقة الأبرز في القارة الأفريقية بعد خروجه من الدور الأول خلال نهائيات النسخة الماضية التي دارت في الكاميرون. ووضعت قرعة كأس أفريقيا المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة بجانب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا. ومن أبرز الأنباء السعيدة اقتراب عودة إسماعيل بن ناصر لاعباً وسط ميلان للملاعب بعد انتظامه في التدريبات الجماعية لفريقه. وحسب ما أوردته صحيفة كورييري دي لا سيرا التي تصدر في مدينة ميلانو، فإن اللاعب الجزائري قد يتواجد على دكة البدلاء خلال مواجهة مساء السبت أمام فروسينوني في صورة ظهوره بشكل جيد في التدريبات. وكانت تقديرات سابقة تحدثت عن عودة ابن ناصر للملاعب انطلاقا من يوم 17 ديسمبر الجاري، تاريخ المواجهة أمام مونزا ضمن الدوري الإيطالي. تنفس جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر الصعداء بعد أن تأكدت مشاركة الظهير الأيسر ريان آيت نوري في نهائيات كأس أفريقيا. وكان نوري تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل خلال المباراة الأخيرة لفريقه وولفرهامبتون أمام فولهام ضمن الدوري الإنجليزي. ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية سيخضع نوري لفترة راحة تقدر ب4 أسابيع قبل تجديد العهد مع أجواء المشاركات. مدافع بروسيا دورتموند استعاد مؤخرا أفضل مستوياته، مما جعله محل ثناء من قبل الصحافة الألمانية بشكل خاص. خريج مدرسة شبان أتلتيك برادو تألق خلال المواجهة أمام ميلان ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. ويعول بالماضي على رامي بن سبعيني من أجل إعادة التوازن لخط دفاع الخضر الذي شكل نقطة ضعف كبيرة خلال المواجهتين الأخيرتين أمام الصومال وموزمبيق ضمن تصفيات كأس العالم القادمة. والسلام عليكم.